النهاردة قلت اعمل حاجة حلوة كده وسريعة للأولاد، وكمان تعرفين في رمضان بنحب الحلويات، بتيجي كده بعد الفطار كده بساعة ولا بساعتين بتبقى عايزة تاكلي حاجة حلوة كده، وخصوصا بتبقى عايزة حاجة سريعة وخفيفة وبسيطة. نسمي الله ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل نشوف الحلو بتاعنا النهاردة بثلاث مكونات وبس. بسيط جدا وسهل وسريع جدا جدا جدا. والأول مرة يشوف قناتي أنا اسمي سما عمر، متنسوش لايك واشتراك في القناة ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا جدا، نسمي الله وندخل ونبدأ نشوف هنعمل ايه. أول حاجة جبت لتر من المية، هحط فيه كده يعني من 5 ل6 معالق من قمر الدين. ناس هتقول لي قمر الدين ايه اللي في البرطمان ده اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده على قناتي، وعملته برضو على صفحتي على الفيسبوك. كنت عاملة قمر الدين بنوعين، حطيت في البرطمان، وكنت عاملة كمان اللفة بتاعت قمر الدين زي اللي بنشتريها من بره. هسيب لكم اللينك بتاع قمر الدين في صندوق الوصف، برضو اللي ما شافش الفيديو عشان يدخل يشوف. حطيت كده لتر مية، وحطيت حوالي 5 معالق من قمر الدين. هحط كمان 5 معالق من النشا، بس انا زودت نشا وانا بعمله، حسيت ان هو خفيف شوية فحطيت كمان معلقة. يعني كده استعملت 6 معالق نشا عشان اكون واضحة وصريحة معاكم. حطيت كمان كوباية من السكر، وهقلب المكونات دي كلها على البارد، وبعدين بتحطيها على نار البوتاجاز مع التقليب المستمر علشان يبقى معانا سمك واحد لحد ما يبدأ يغلي معانا. طبعا ده لونه فاتح دلوقتي، بس اول ما يبدأ يسخن معانا ويغلي هتبص تلاقيه لونه اغماء وتحول للون الطبيعي. شايفين؟ كل ما يبدأ يسخن اكتر اللون بتاعه بيظهر، لونه بيظهر اكتر واكتر. وخلي بالكم من اللون دلوقتي عامل ازاي، واول ما يبدأ يغلي معانا هتشوفوا اللون عامل ازاي. الفاتح ده بيبقى من النشا، اول ما يبدأ يغلي اللون بتاع قمر الدين بيظهر الحقيقي. شايفين؟ بدأ يغلي معانا اهو. اول ما يبدأ يغلي معانا شوية بشوية بتبدأ يتقل. شوف مع التقليب المستمر علشان كله يبقى سمك واحد، وفي نفس الوقت ما يبقاش يعمل تكتلات. شايفين؟ ده كويس جدا، السمك بتاع ده كويس، مش محتاج لا نشا ولا محتاج اي حاجة. تفضيه بقى في كاسات، في بولات، في اي حاجة متوفرة عندك وبتحبيها. بعد ما فضيته بسيبه يبرد تماما ويتماسك. ممكن تسيبيه زي ما هو كده، ممكن تزينيه بأي حاجة عندك، أي مكسرات متاحة عندك في بيتك وعلى قد الإيد. يعني أنا عندي جوزة الهند وسوداني وزبيب، الحاجات العادية بتاعتنا دي اللي في كل بيت مصري. هبدأ أحط منه. تمام. وسط الهند، وادي شوية كمان من الزبيب، وهحط كمان سوداني. طبعا ان انت تزوقي الاطباق ديت وتزينيها ديت حاجة بترجع لست البيت، الحاجة اللي بتبقى موجودة في بيتها بتعملها. وادي شوية كمان من السوداني، والحلو بتاعنا جاهز، ما خدش معانا حتى 5 دقايق. 5 دقايق وكنت مخلصاه وعملته. وخفيف جدا وحلو. طبعا كل الاطفال بتحب المهلبية قمر الدين او المشمشية. متنسوش بقى لايك واشتراك وتعليق حلو من تعليقاتكم. سلام عليكم.